هو ايه ده؟ هو الفيديو ده معروض كده على الفيس عادي جدا. انا حاسس ان الفيديو ده متاخد من حته تانية. لك عضله الصدر فملهاش بروتين ويبقى العمر طويل بقى نعطينا ان شاء الله يا رب. ايه ده؟ بس اهلا بيكم في الخرابه. اضغط لايك، ان لم تضغط لايك فاعلم ان الشيطان قد منع. وبما ان الخرابه بتاعتنا اتعملت عشان بنقول راينا كلنا في الحاجات اللي بتحصل حلوها ومرها، انا قررت اشارك كل القائمين على الخرابه في المقدمه دي. اي حد عايز يشارك في المقدمه بفيديو مدته 20 ثانيه يبعتهولي على الانستجرام، اسيبه لكم تحت في الوصف بقى او في الكومنتات على حسب انت بتشوفني فين. ولو حابب تنشره على جروبنا شد الفيشه مع عمو ريشه مفيش مانع. منورين الخرابه. رحت قايل لهم لا انا ما حدش هيصرف عليا، انا هنزل اشتغل واجيب مصروفي بايدي، ورحت مشوح لهم بايدي كده. قال يعني مش هاممني، بس من ساعتها وانا عمال اشحت. بايدك برضو؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ لا واضح من لبس حضرتك انك بتنزلي تشتغلي وبتكافحي من عرق. اللي بعده. انا زي اي بنت لا مش عايز كدب بقى، مفيش بنت كده. ده نقطع دراعي اما كنت مخلفه 7 مرات قبل كده. لا ما هو مش طبيعي يا جماعه، مش طبيعي. شفتوا بقى؟ كنت هنسى النضاره، وانا بصراحه من غير النضاره ما بشوفش كويس الخرابه. يا ناري ما ايدي تمسكه. ايه ده؟ يا ناري ما اشوفه قدامي، لاخده بالحضن. بسرعه واغتسل من الجنابه، توقف عن مشاهده اي سيكو لاخده بالحضن. ايه ده؟ هو ايه؟ وايه اللي هيتاخد ازاي يعني؟ انا بدات اخاف. اجمد كده لا بص مش عايزك كده، اجمد. ملي عينك مني وش بعمل ناقصك؟ املي عيني من حضرتك ليه؟ حضرتك بتقدمي ايه؟ بعمل ناقصك ربنا مميز. اشبع من اللي ناقصني؟ انا كده ناقص رضاعه حضرتك. ايه في ايه؟ انتوا ليه بتعاملونا كأننا يعني عندنا والله نقص طفوله، نقص رضاعه، حاجه كده؟ مالكم؟ ما تغيبوناش بقى يا جماعه، ما فهمت والو انا، كل شي ضدي، جبروها فرصه. طبعا لو حلفت لكم 100 يمين ان على اليمين خالص ديت تبقى اللي على الشمال دول هتجروا ورايا في الشارع، انا عارف. انت الوحش عشان ماما قالت لي انه انت الوحش. يا وحش يا ماما شفتوا ماما؟ الناس دي منين؟ الناس دي عايشه فين؟ انا لازم اعرف الناس دي منين، لازم اعرف الفخده اللي جابت الوراك دي كلها منين. لبنان يابا اوف. ما لازم تكون. جبنا العيد اللي بعده. طول ما احنا في بالكم هنجيبها لكم. خش هتجيبك. ايه ده؟ مالك يا مرة منك ليها؟ هي ايه اللي هتجيبها لنا؟ هتجيب لنا ايه؟ ده سوابقينه خالص. مالكم؟ انا قلت لكم الاول انا بدات اخاف والله. لو نسمع لصفصف، لو نسمع لصوت الحكمه. انا الملكه. هو حضرتك بتطلعي صوت الحكمه من هنا؟ في ايه يا جماعه؟ انا لو عايش في مزرعه بقر مش هيهتموا بالحلب للدرجه دي. مالكم؟ احنا قصرنا معاكم في حاجه؟ ايه ده؟ يا رب تكون حاجه لابساها مش تاتو. يا نهار اسود. يا لهوي يا ابني، يا عيني عليك يا ابني. هم فضلوا يتنفخوا ويقعدوا بقى ايه، فاهم؟ شفتوا اخرة النفخ؟ شفتوا؟ انا قلت لكم اخرة النفخ وحشه. لك عضلة الصدر فملهاش بروتين
والله هيفتروا علينا، والله هيفتروا علينا بعد كده. بص الوليه والنبي عملت فيه ايه في حمام. يا نهار اسود، ده لو كان خرتيت برك عليه كان ارحم له. هو ايه ده؟ هو الفيديو ده معروض كده على الفيس عادي جدا؟ انا حاسس ان الفيديو ده متاخد من حته تانية. الناس دي منين؟ الناس دي منين؟ عشان بس في ناس كتير قوي بتقعد تقول لك انت المصريين هم اللي وحشين وهم اللي بيعملوا حاجات وحشه على النت، والناس دي اصلا ما بتتكلمش مصري اساسا. لا ده احنا نشوف بقى الكلام ماشي ازاي. لا اله الا الله. طبعا دول لا يمثلوا الا انفسهم، المغاربه حبايب قلب، بس في شويه ناس كده بيطلعوا يعني لا يمثلوا الا انفسهم برضو، يقول لك انتوا اللي بتعملوا حاجات وحشه بس وكده. الناس اللي من النوع ده بقى احب ارد عليهم رد بسيط قوي، نقلع نضاره الخرابه ونلبس نضاره الحقيقه اللي بتوجع دي. ايوه، لكل شخص لا يمثل الا نفسه دماغه وزته انه يفكر ان المصريين اكتر ناس بيعملوا محتوى سيء على الانترنت. احب اقول لك على النقيض تماما. على الاقل في مصر في ناس تنتقد الشخصيات دي، لكن في باقي البلاد مفيش حد بينتقدهم، فبيفتكروا ان اللي هم بيعملوه ده عادي، وده بيسمح لهم ان هم يسوقوا فيها. ومش محتاج اعرض فيديوهات لحد تاني لان انا ما بحبش نظام المكايده، شوفوا انتوا عندكم ايه واحنا عندنا ايه. لا، كلنا عارفين مين عنده ايه، وكلنا برضو عارفين اننا اكتر دول بتجابه موضوع سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. سمعتش بصراحة عن القضية ديت حصلت في اي دولة عربية تانية. كل الناس المحترمة على راسي، ورد ده كان بس لبعض الناس اللي لا يمثلوا الا انفسهم واللي نفسهم مريضة واللي بيكرهوا بلدي. خلاف ذلك منورين الخرابه. وبالمناسبه ديت بهدي الفيديو دوت لاهلي وبلدي التاني المغرب العربي، وبالاخص جميله جميلات المغرب، من افضل وارقى واجمل الشخصيات اللي عرفتها خديجه حلمي. منوراني يا خديجه انتي وكل اهل المغرب طبعا على راسي. انا معكم عمو ريشه اللي مش عاجبه العيشه طبعا ولا اللي عايشينها. مستني فيديوهاتكم اللي هنحطها في المقدمه اللي جايه باذن الله. سلام عليكم. في الخرابة انت يالا، خد اقولك تعالى هنا في الخرابة انت يالا.